السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم أولى إعدادي. النهاردة هنحل امتحان 2 محافظة الجيزة صفحة 92 بكتاب الامتحان علوم كراسة التدريبات. قبل ما ابدأ معاكم حبايبي اتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان اي فيديو انزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. وزي ما قلت لكم في الفيديوهات السابقة يا سنة اولى ان امتحانات المحافظات من اهم الامتحانات ما بيخرجش منها الامتحان، واسئلتها بتكون متكرره، واحنا عارفين ان التكرار بينبي المخ وبيثبت المعلومه. يعني كتر ما هتحل اسئله المعلومه طبعا هتثبت في دماغك ومش هتنساها، وان شاء الله يكون الامتحانات سهله وبسيطه عليكم. اول سؤال معانا: اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عباره من العبارات الاتيه. واحد: ناتج اتحاد ذرتين او اكثر لعناصر مختلفه بنسبه وزنيه ثابته المركب. اتنين: مناطق وهمية تتحرك خلالها الإلكترونات حول النواة حسب طاقتها مستويات الطاقة. تحور في سلوك الكائن الحي أو تركيبه أو وظائفه التكيف. عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول نواة العنصر في مستويات الطاقة العدد الذري. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. الحديد من المواد التي لا تلين بالتسخين خطأ، لأن الحديد من المواد التي تلين بالتسخين. الموز نبات أوراقه كبيرة الحجم صح، لأن احنا عندنا الأوراق الصغيرة نبات الملوخية. في العمود البسيط القطب السالب هو الخراسين صح، لان احنا عندنا في العمود الكهربي البسيط عندنا قطب موجب وعندنا قطب سالب. القطب السالب اللي هو الزد ان ده لوح الخراسين، اما القطب الموجب اللي هو السي يو ده لوح النحاس. الطاقة الميكانيكية هي مجموع طاقتي الوضع والحركة للجسم صح. السؤال ج: علل. لا تنطبق العلاقة 2 نون تربيع على مستوى الطاقة ب. طبعا لا تنطبق. ليه؟ لأن العلاقة 2 نون تربيع بتنطبق على الأربع مستويات الأولى. الأربع مستويات الأولى اللي هو K و L و M و N. بعد كده بتكون الذرة غير مستقرة إذا احتوى مستوى الطاقة الخارجي على أكثر من 32 إلكترون. يبقى نقول لأن الذرة تكون غير مستقرة إذا احتوى مستوى الطاقة على أكثر من 32 إلكترون. مستوى الطاقة الخارجي على أكثر من 32 إلكترون. السؤال اللي بعد كده رقم 2: أكمل العبارات الآتية. يتركب جزيء الهيدروجين من ذرتين. 2 من الثدييات عديمة الأسنان، طبعا احنا عندنا الكسلان والمدرع. عند قصف جسم رأسيا لأعلى تزداد طاقة وضعه. عنصر الزئبق من العناصر الفلزية السائلة. عنصر الزئبق من العناصر الفلزية السائلة. السؤال ب: اذكر مثالا واحدا لكل من. هنا رقم 1: حيوان ثدي يطير، طبعا على طول هتكتب الخفاش. محلول رديء التوصيل للكهرباء، محلول كلوريد الهيدروجين في البنزين. حيوان برمائي يقوم بالبيات الشتوي. الضفدع. كائن حي وحيد الخلية الأميبا. السؤال ج: حدد نوع التكيف في كل من. هجرة الطيور، مادام قالك هجرة على طول هتقول تكيف سلوكي. انتهاء قدم الحصان بحافر قوي تكيف تركيبي. تلون الحرباء بألوان البيئة السائدة ده تكيف وظيفي. السؤال اللي بعد كده رقم 3: استخرج الكلمة أو العبارة الغير مناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات أو العبارات. رقم 1: الفضة، الذهب، البوتاسيوم، البلاتين. طبعا البوتاسيوم دي الكلمة اللي غير مناسبة، أما الفضة والذهب والبلاتين اللي بيربط بينهم إن هما فلزات ضعيفة النشاط الكيميائي. فلزات ضعيفة النشاط الكيميائي. الوزن، السرعة، الكتلة، عجلة الجاذبية. طبعا السرعة الكلمة اللي غير مناسبة. طب ايه اللي بيربط بين الوزن والكتلة وعجلة الجاذبية؟ هنقول لأن الوزن بيساوي الكتلة. الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية، يبقى ده قانون ايه؟ قانون الوزن. يبقى تكتب كده الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية اهو. الوزن بيساوي، هصححها لكم اهو يا حبايبي، هنكتب الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. يبقى اول حاجة اخترنا البوتاسيوم الكلمة اللي غير مناسبة، واللي بيربط بينهم ان هما فلزات ضعيفة النشاط. اما هنا اخترنا السرعة الكلمة اللي غير مناسبة، وكتبنا الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. الاميبا، البراميسيوم، اليربوع، اليوجلينا. طبعا اليربوع دي الكلمة اللي غير مناسبة، اما الاميبا والبراميسيوم واليوجلينا دي كائنات دقيقة، اللي بيربط بينهم ان هما كائنات دقيقة.
الطاقة الميكانيكية والطاقة الكيميائية وطاقة الوضع وطاقة الحركة. كلمة اللي غير مناسبة الطاقة الكيميائية. ليه؟ لأن الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. يبقى اللي بيربط بينهم ان الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. السؤال ب، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، الاحتكاك يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية. العقرب من العنكبوتيات. من المواد الصلبة التي تلين بالتسخين النحاس. أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد على حالة انفراد وتتضح في خواص المادة هو الجزيء. هنا مدينا جيم عنصر، ده عنصر الصوديوم، عدد الذري بيكون 11 وعدد الكتل بيكون 23. وضح التوزيع الإلكتروني للعنصر. عايزك توزع عنصر الصوديوم. احنا بنوزع من خلال العدد الذري اللي بيكون أسفل العنصر. هنكتب ان ايه ده الصوديوم وعدد الذري 11. هنوزع ال 11 2 8 1. مستوى K ب2 والمستوى L ب8 والمستوى M ب1. ادي ال 11. ادي كده اول خطوة عملناها. 2، عدد النيوترونات في نواة هذا العنصر. عدد النيوترونات بيساوي ايه؟ العدد الكتلي ناقص العدد الذري. يبقى عدد النيوترونات بيساوي العدد الكتلي ناقص العدد الذري. العدد الكتلي 23 ناقص ال 11 هيساوي 12. طب النشاط الكيميائي للعنصر، احدد ازاي النشاط الكيميائي؟ بحدد النشاط الكيميائي من خلال اخر مستوى للطاقة. هبص على اخر مستوى للطاقة، لو اقل من 8 يبقى العنصر ده نشط كيميائيا. طب لو كان 8 العنصر هيكون خامل. ليه؟ لان اخر مستوى للطاقة لو ب8 العنصر بيبقى مكتمل، يعني لا يشترك في اي تفاعلات كيميائية. يبقى بحدد النشاط الكيميائي من خلال اخر مستوى للطاقة. لو اخر مستوى للطاقة اقل من 8 يبقى العنصر ده نشط كيميائيا، ولو كان 8 بيبقى خامل كيميائيا. السؤال ب، صوب ما تحته خط. رقم 1، حجم مخلوط من الماء والكحول أكبر من مجموع حجميهما قبل الخلط. طبعا أقل من، ليه؟ لوجود المسافات البينية. يبقى حجم مخلوط من الماء والكحول أقل من مجموع حجميهما قبل الخلط. وحدة قياس الشغل هي الجول، أما النيوتن دي وحدة قياس الوزن. الحشرات لها 4 أزواج من الأرجل المفصلية. الحشرات لها 3 أزواج من الأرجل المفصلية. يرمز لعنصر المغنيسيوم بالرمز Eg. يرمز لعنصر المغنيسيوم بالرمز Mg. السؤال اللي بعد كده ب، اختر من العمود B ما يناسب العمود A. العمود BA طبعا الكثافة هنختار لها كتلة وحدة الحجوم من المادة. يبقى الكثافة كتلة وحدة الحجوم من المادة. القوارض حيوانات تمتلك زوج واحد من القواطع في كل فك. معرات البذور نباتات بذورها تتكون داخل مخاريط. مستويات الطاقة مناطق تخيلية حول النواة. يبقى هنا الكثافة هنختار رقم 4 والقوارض هنختار رقم 2 ومعرات البذور هنختار رقم 1 ومستويات الطاقة هنختار رقم 3. السؤال اللي بعد كده، اذكر فرقا واحدا بين كل من نبات الفول ونبات القمح. هنقول نبات الفول من النباتات مغطاة البذور ذات الفلقتين. أما نبات القمح من النباتات مغطاة البذور برضو بس ذات الفلقة الواحدة. يبقى معانا نبات الفول نباتات مغطاة البذور ونبات القمح نباتات برضو مغطاة البذور. أما نبات الفول نبات ذات فلقتين، أما نبات القمح نبات ذات الفلقة الواحدة. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ويا رب اكون افدتكم حتى لو ب1%. لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو على القناة زي ما انت استفدت تساعد ان زميلك يستفاد. مع السلامة بناتي واولادي الاعزاء، ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. وبأكد عليكم تاني يا سنة اولى، اهم حاجة تحلوا نماذج الكتاب المدرسي واسئلة الكتاب المدرسي واسئلة كتاب الامتحان. في ايه بقى اسئله كتاب الامتحان؟ ليه؟ علشان اسئلتها بتكون متكرره، وكل ما انت تكرر السؤال وتحله السؤال هيثبت في دماغك. يعني لو حليت امتحانات المحافظات كلها طبعا هتخش الامتحان وانت مغمض عينك هتحله. ليه؟ لان امتحانات المحافظات ما بيخرجش منها الامتحان. مع السلامه، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد.